يا هلا وغلا بكل اخواتي الموجودين هنا، اخواتي الاساطير. مرحبا بكم في فيديو جديد وفيديو عن لعبة فري فاير. والنهاردة جبنا لكم فيديو مميز، فيديو اسطوري، فيديو ينتظره ويبحث عنه الكثير من الناس. هو ازاي تخلي دمك في اللعبة دي ل 360 نقطة دم غير اي لاعب تاني. خليك محترف، خد على يعرفها غير المحترفين وغير قليل جدا من الناس. النهاردة جينا نكشف الخدعة دي، تخلي دمك قدام أعدائك 360، يعني قد دم مرتين. يعني هتقدر تجيب اللي قدامك، هتجيبه مهما كان قوته. يلا بينا ندخل في تفاصيل والحاجة الخدعة المهمة بتاعت النهاردة اللي تخلي دمك 360 نقطة دم. ولكن قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو ما تنساش الصلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وانزل دلوقتي اخبط لايك واكتب لنا تعليق واشترك في القناة وفعل زر الجرس وانضم لعائلتنا، وان شاء الله تستفيد. وعن لعبة فري فاير بنزل جميع الخدع ولقطات جلد وكل حاجة عن تخص لعبة فري فاير ومسابقات وشحن جواهر، وان شاء الله اللي جاي افضل. يلا بينا بقى نخش في شرح الخدعة بتاعت النهاردة. شرح الخدعة النهاردة بسيطة ومميزة، محدش يعرفها كتير. احتفظ بيها لنفسك واخدع بيها أعدائك وابهر بيها أعدائك. يلا بينا دلوقتي نخش نوريك أهم حاجة عشان تظبط الخدعة دي، وأهم حاجة عشان تعمل الخدعة بتاعت النهاردة. الشخصيات، هنخش دلوقتي على الشخصيات ونشوف أهم الشخصيات اللي هنحتاجها. أول شخصية وهي بتاعت لوكاسا، ديت بيديك صحة مع كل قتل. وتاني شخصية هتكون شخصية أنطونيو. موجود شخصية أنطونيو بتديك نقط درع إضافية أول ما بتبتدي، أو أول ما بتبتدي الجيم تديك نقط إضافية. وعندما تندمج برضو بتديك دم أصفر، نقط إضافية دم. وتالت شخصية بتحتاج شخصية ليلى، عند استخدام المهارة النشطة بتوفر نقط الدرع لزملائك الفريق منك. يعني بتدي زملائك وانت نقطة درع قوية لمدة أو ل50 نقطة درع. يعني يكون معاك درع ودم كتير جدا جدا. ودلوقتي هنشوف ازاي بتستفيد منها. نخش بقى على الجيم، واي شخصية بقى نشطة، ويكونج او اوريون او سانتينيو، اي حاجة انت عاوز تعملها مش هتفرق في الشخصية الرابعة دي. يلا نخش دلوقتي وننفذ ونشوف هل هناخد 360 نقطة ولا ايه. يلا بينا. ده هو كده نازلين عادي بقوة 200 عادي زي اي حد. هنشوف دلوقتي، هنزيد واحدة واحدة مع بعض. اول ما تقتل حد، ده اول واحد معانا اهو. اول ما توقع حد نوك هتاخد 25 نقطة دم زيادة. لو وقعت حد تاني هتاخد لك كمان 25. ده واحد تاني. شوف، شوف الدم اللبني ده، ده 80 نقطة دم، غير اللي معاك تحت 225. يعني دمك دلوقتي حاجة من 305 300 وحاجة. شوف أهم حاجة تدور بقى على البتاع اللي بتحط على الدرع. خلى دمنا 280، ده الأساسي. 280 ده أقصى حاجة وصلت لها، تمام. وعندك النقطة اللبني دي حوالي 30 نقطة دم، و280 يعني 310 نقطة دم، أو 310 زي ما قلت. وبتديك كمان حوالي 50 نقطة، يعني 360 نقطة. زي ما انت شايف كده، النقطة اللبني ده أو الدم اللبني ده، ده دم تاني متضاف على الدم اللي هو الأبيض اللي تحت. زي ما انت شايف دلوقتي نستخدم شخصية تانية. شوف، دي 80 نقطة دم غير 280، يعني 360 نقطة دم. وانت بتواجه أي عدو، أول ما تفعل الشخصية الأكتف اللي عندك هديك 80 نقطة دم. وهي على 280 نقطة دم اللي معاك هيكون معاك 360 نقطة دم. يعني صعب أي حد يوقعك أو يكون دمك كتير. ولو انت وقعت بقى مع دراجون ده شوت جن، ده صعب جدا. زي ما قلت لك، زي ما انت شايف كده، ده كده خلاص تخلي دمك 360 نقطة دم حصري. وأول حد
ازاي تخلي دمك في حد يجرب اللعبة دي الطريقة دي ل ويقول لي نفعت معاك وهل 360 فرقت نقطة معاك دم غير أي ودمك لاعب بقى تاني. قوي خليك بقى محترف، 360 نقطة خد دم. على أهم اعرف حاجة غيرك الشخصيات اللي أنا حطيتها المحترفين، هتنفذها غير قليل عشان جدا يوصل من الناس دمك الناضجين 360 نمشي في نقطة الخطط دم. دي. والصراحة تخلي خدعة دمك أسطورية قدام أعدائك هتنفعك جدا 360، جدا في مواجهة يعني السكوادات قد دم مرتين ومواجهة يعني أي هتقدر شخص تجيب هتكون اللي قدامك، متفوق عليه في هتجيبه نقط مهما كان الدم قوته. وهتقدر يلا تغلبه بينا بسهولة. ندخل في كده تفاصيل تكون وصلنا لنهاية والخدعة الفيديو. المهمة بتاعت النهاردة متنسوش اللايك اللي تخلي دمك والاشتراك. 360 يلا بينا، سلام نقطة يا دم. اخواتي. ولكن قبل ما ندخل